في تونس فما مشروع كبير بدا يتخدم عليه من عام 2023 اسمه الخط الكهربائي القاري بين تونس وإيطاليا. المشروع هذا باش يربط بلادنا مباشرة بالشبكة الكهربائية الأوروبية عبر كابل بحري تحت البحر المتوسط طوله حوالي 200 كيلومتر. القيمة المالية نتاع المشروع تفوت 850 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي مشارك فيه بتمويل كبير خاطر يعتبره مشروع استراتيجي يربط شمال إفريقيا بأوروبا. المشروع هذا باش يبدأ في الخدمة في أواخر 2028 وباش يسمح لتونس تصدر الطاقة المتجددة خاصة من الشمس والرياح نحو أوروبا، وباش يحل أزمة التزويد بالكهرباء وقت الذروة، وباش يتعمل في جابس والربط يوصل حتى لمنطقة بيسكارا الإيطالية. الحكاية ماهيش صغيرة، تونس باش تولي بوابة للطاقة في المتوسط. اللي يعرف قداش الطاقة الشمسية متوفرة في بلادنا يعرف اللي هذه فرصة من ذهب، مش كان اقتصاديا بل حتى بيئيا، باش نقصوا من التلوث ونحسنوا صورتنا قدام العالم. في بالك